محتاجين احمد زويل علشان نقدر نحدد اسرع هدف في الدوري السنه دي. ايه الحكايه؟ تعالوا نشوف. الهدف اللي سجله محمد الشامي في مرمى الاتحاد السكندري يعتبر واحد من اسرع الاهداف هذا الموسم، بعد ما سجله في الثانيه 24 زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الثانيه 24 ما زادتش ثانيه. هل ده يخلي محمد الشامي هو صاحب اسرع هدف؟ الموضوع محتاج احمد زويل. والله زي ما بقول لكم كده، محتاج الفينتو ثانيه علشان نقدر نحدد. هقول لكم ليه. لان الجزائري رزق حمروم مهاجم فاركو سجل هدف في النادي المصري في نفس الثانيه بالظبط. والله زي ما بقول لك كده. بالتالي اللي هيفصل في الموضوع ده هو الفينتو ثانيه مش الثانيه. متن الهدفين دخلوا في موسوعه اسرع هدف في تاريخ الدوري المصري اللي بيتصدرها حسام باولو بهدفه اللي سجله في النادي المصري لما كان في سموحه في الثانيه 12، واحتفظ بالريكورد ده لفتره طويله جدا الكابتن ايمن يونس لما سجل هدفه مع نادي الزمالك في الثانيه 14، لحد ما اخذ اللقطه من ايمن يونس عبد الحميد حسن ميدو مهاجم انبي لما سجل هدف في مرمى غزل المحله في الثانيه 13. ورابع اسرع هدف كان لاحمد رؤوف في الثانيه 18 لما سجله مع وادي دجله في مرمى المقاولين العرب موسم 2017 2018. وبكده هدف محمد الشامي ورزق حمرون اصبحوا اسرع الاهداف في الدوري المصري، وبياتوا في المرتبه السادسه بعد هدف محمد بسيوني اللي سجله في الثانيه 21 لما كان بيلعب محمد بسيوني في انبي وسجل الهدف في مرمى الزمالك موسم 2019 2020. ودي شويه معلومات كده على السريع كده تنشط بيها الذاكره، وكمان تعرف معلومات اكتر عن الدوري المصري بمناسبه هدف محمد الشامي في مرمى الاتحاد. مذيع لكم.